اهلا بيكم في حياة المطبخ مع رشا. ان شاء الله هنقدم لكم كل جديد ومفيد. عايزة اقول لكم بقى دي طريقة الحليب المكثف على طريقتي. الطريقة دي انا بعتمدها بقالي سنة، والسر في معلقة بتديكم قوام، بتديكم تقل ولمعان بجد. وبتخلي الحليب المكثف، اما بتحطيه على اي بانكيك، على كيكة، صرف النظر عن نوع الحاجة اللي بنحطها عليه بيبقى متماسك وقوامه حلو، يعني مش من النوع اللي بيفك معاكوا كده وكأنه ما أكنكم ما حطيتوش حاجة. لا بجد، يعني ان شاء الله هتجربوا معايا الوصفة. هنا بقى معانا كوباية مية سخنة، معانا كوباية لبن بودر كامل الدسم، ومعانا كوباية سكر مطحون، ومعانا هنا المعلقة السرية هقول لكم عليها بس في الآخر، تابعوني وإن شاء الله هقول لكم كده واحدة واحدة. ومعانا هنا معلقتين من الزبدة المكعبات، نوع يكون كويس، ومعانا هنا باكت من الفانيليا. اما بقى المعلقة ديت هقول لكم كده واحنا مع بعض ايه هي، تابعوني للآخر إن شاء الله. وعايزة أقول لكم بقى اللي يجرب الوصفة بأمانة اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. أنا محدش عمل الطريقة دي أصلا على اليوتيوب. دي الطريقة الخاصة بيا، وقلت لكم أنا بستعملها من قبل ما أفتح القناة. هنا بقى حطينا المية السخنة الأول في الخلاط، وبعد كده حطينا السكر البودر، وهنحط هنا اللبن البودر. بعد كده هنحط بقى ايه، لا دي خليها في الاخر، انتوا اكيد منتظرين وعايزين تعرفوا ايه هي. انا ما اقدرش اخبي عليكم اي حاجة. حطينا هنا الفانيليا، لاني انا اي حاجة بستعملها بقول لكم عليها، ولو حاجة طلعت آه، يعني مش حلوة او كده طبعا لازم اقول لكم. انا صادقة وبيني وبينكم ربنا، وانا القناة دي انا فاتحاها مصدر رزق وحب ودعموني. وان شاء الله مع بعض في اي حاجة مع بعض. اخواتي وحبايبي، هنا بقى حطينا كل المكونات، وهنبتدي بقى نضرب كويس قوي الخلاط عشان المزيج كله يختلط مع بعض، المكونات كلها يعني مع بعض. بصي اضربي بقى على قد ما تقدري. لو في حاجة في الجوانب ممكن تنزليها بأي بلانشة ولا حاجة، مفيش خلاص افضلي اضربي. المعلقة السحرية اللي هتفرق معاكم في الطعم. واحب اقول لكم ان دوت كريم جانتيه، معلقة كريم جانتيه كبيرة هرمية. طبعا لو زودتي الكمية هتخليهم معلقتين، يعني انت لو حاطة كوبايتين سكر، كوبايتين لبن بودر، هتزودي معلقتين هرميين من الكريم جانتيه. بيديكي طعم، بيديكي قوام، بيديكي لمعان بجد، غير الريحة. بجد طريقة مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. طبعا هنا بقى هنصبها في اي برطمان معقم ونضيف تمام، او علبة برضو نضيفة معقمة. وبعد ما بصوا القوام، انا عايزه اقول لكم بجد القوام تقيل، يعني القوام مش خفيف. تخيلوا بقى بعد ما تحطوه في التلاجة القوام بيتقل اكتر. وبصوا بجد كريمية بطريقة لا تتخيلوها. طبعا دوت اللبن المكثف ده بنزوق بيه بانكيك، حلويات، كيكة. بنعمل بيه حاجات كتير. ممكن تحطيه في السينابون، للايس كريم، يعني ليه عدة اغراض كتير قوي. وان شاء الله انتظروني باذن الله هعمل لكم لبن مكثف للشاي بلبن. يعني ايه للشاي بلبن؟ يعني هتقدري تستعمليه في حلويات وتحطي لي الشاي بلبن، بس ده ما نقدرش نحطه في الشاي بلبن لاني متضاف عليه زبدة، ما ينفعش. تمام. فانا كنت عاملاه قبل كده، بس هنزله لكم ان شاء الله على القناة. ده بيبقى سهل بقى لو انت ما عندكيش لبن حليب، تقدري تعملي شاي بلبن. بيبقى سهل وسريع باللبن الحليب المكثف. بس مش دوت، تمام، دوت للحلويات.
وان شاء الله هنزل لكم طريقة السينابون قريب، وهعملها لكم برضو باللبن المكثف، وهنزل لكم طريقة هتعجبكم ان شاء الله. وتابعوني واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شوفوا قوامه كريم ازاي، بجد دعمكم بيفرق معايا قوي. وياريت تكتبوا لي في الكومنتات على كل حاجة وايه رأيكم وكده. وانا حبيت انزلها لكم الاسبوع ده عشان ان شاء الله هنعمل حلويات بقى بتاعت رأس السنة، وسنة جديدة عليكم سعيدة يا رب على خير وسلامة يا رب علينا وعلى أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. أنا حبيت أنزلها لكم بقى دلوقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.